ولا أطيب من كيكة الباونتي، خاصة إذا انعملت بالبيت. بالنسبة لأول طبقة واللي كيكة الشوكولاتة رح تحتاج ل3 بيض، معلقة صغيرة من الفانيلا، وكاسة من السكر. بخفقهم لمدة 5 دقايق، وبعدها بنزل عليهم نص كوب من الزيت النباتي وكوب من الحليب السائل. برجع بخلطهم مع بعض، وهلأ بنخل عليهم كاسة ونص من الطحين، معلقة صغيرة بالبيكنج باودر ورشة ملح. برجع بخلطهم مع بعض، وهلأ بنخل عليهم نص كوب من الكاكاو المر، وهيك بيكون عندي القوام مناسب. بخبزها بالفرن، أول ما تبرد تماما رح أصب عليها كاسة من الحليب السائل. بالنسبة للطبقة الثانية رح أضيف نص كوب من السميد الناعم، نص كوب من السكر، معلقة صغيرة من الفانيلا، معلقة كبيرة من النشا، وكاسة من جوز الهند الناعم، وكاستين ونص من الحليب السائل. بحركهم أول شي على البارد، وبعدها بشغل النار وبستمر بتحريكهم لحد ما يتقل الخليط، وبعدها بضيف عليهم معلقة كبيرة من الزبدة. بصبها فوق طبقة الشوكولاتة وبتركها على جنب لحتى تبرد تماما. بالنسبة للطبقة الثالثة رح تحتاج ل 300 ملي من الكريمة، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الفانيلا. بخفقهم كتير منيح مع بعض وبحطهم بالثلاجة 5 دقايق، وبعدها بضيفهم فوق الطبقة الثالثة. برجعها على الثلاجة، وبهالأثناء رح أضيف 300 ملي من الكريمة وكاسة من الميلك شوكلت أو الدارك شوكلت. بحطهم على النار وبحركهم كتير منيح مع بعض لحد ما يذوب الشوكولاتة تماما. بتركه على جنب لحتى يبرد، وبضيفه فوق طبقة الكريمة. برجع الحلو على الثلاجة ليلة كاملة، وصحتين وألف هنا.